يلا بينا نشتغل على فيجما. اول حاجه الكورس ده بادئ من الصفر خالص. هنبدا النهارده في فيجما، هعرفكم على فيجما والادوات اللي فيه وتستخدموه ازاي، وهنعمل مع بعض تصميم لابلكيشن بسيط خالص. هوريكم الحاجات بتتعمل ازاي، الادوات بتستخدموها ازاي، والحاجات الاساسيه كلها. اول حاجه لو ما عندكش الابلكيشن بتاع فيجما نفسه بتشتغل من على الويب، فالاحسن تنزل الابلكيشن علشان بس الشورت كاتس اللي في الابلكيشن على اللابتوب بتكون مختلفه السنه، بس هو ده بس الفرق الوحيد، انما عادي ينفع تشتغل من على الويب سايت لو انت عايز. اول حاجه هنعمل ديزاين فايل جديد، هندوس على علامه الديزاين دي وهيفتح لنا فايل هيكون دايما اسمه untitled، فهنسميه الاسم اللي احنا عايزينه، نسميه مثلا موبايل هوم يو اي. على الشمال هنا عندنا الفايل وفي pages. اوكي، دي صفحات، ممكن نزود اي عدد صفحات احنا عايزينه ونحط فيهم ايا كان اللي احنا عايزينه. احنا النهارده مش محتاجين غير صفحه واحده، يعني مش هنعمل حاجه تستاهل ان يبقى عندنا كذا صفحه، بس ممكن اوريكم بعد كده الصفحات دي بنستخدمها ازاي وهنحط فيها ايه. يعني مثلا ممكن اول صفحه نسميها واير فريم، وبعدين الصفحه الثانيه هنعمل فيها مثلا موك ابس، والصفحه الثالثه بروتوتايب. طبعا انتوا لو مش عارفين يعني ايه المصطلحات دي ما تخافوش، انا هعرفكم على كل حاجه. النهارده الموضوع ابسط من كده بكتير، فاحنا هنسيب صفحه واحده اللي هي واير فريمز. بالنسبه للتاب تي اللي هي هنا اسمها اسيتس، ده موضوع تاني كده. في حاجه اسمها لايبريز في فيجما بس احنا مش هنستخدمها النهارده، وانت في الاول كواحد لسه بتبتدي مش هتكون محتاج تستخدمها قوي، بس انا هعرفكم عليها في الفيديوهات الجايه. تعالوا نبدا ان احنا مثلا نعمل ريديزاين لابلكيشن انا بستخدمه كل يوم، وهو ابلكيشن انغامي. فانا خدت سكرين شوت من الابلكيشن بتاعي من الصفحه الرئيسيه وهحطها في فيجما. اوكي، طبعا هي نزلت بحجم مش طبيعي، يعني هتشوفوا هنا على جنب على اليمين مكتوب لاي اوت 1320، ده عدد البيكسلز او مساحه الفريم او الصوره دي اللي انا حطيتها. احنا للاسف لما بناخد سكرين شوت، السكرين شوت اللي احنا بنشوفها دي مش الريزوليوشن الحقيقيه او حجم الشاشه الحقيقيه، هي ريزوليوشن اعلى شويه عشان نعرف نشوف التفاصيل ونعمل زوم فيها. بس احنا دلوقتي اول خطوه عايزين ان احنا نرجع الشاشه دي للحجم الحقيقي. اوكي، فهنروح لموقع اسمه ios-resolution.com وهتشوف الموبايل بتاعك فين في الليسته دي. اوكي، انا مثلا الموبايل بتاعي 16 برو ماكس 440 في 905 في 956، انا هاخد الرقم ده 956 واروح في فيجما وهتاكد ان العلامه دي زرقاء. زرقاء معناها ان الاسبكت ريشيو معمول له لوك، يعني معناها ان انا لو صغرت وكبرت الصوره دي هتفضل بنفس الابعاد. اوكي، انما لو دي اوف فبصوا اللي هيحصل ان هي بتشرينك كده، بتبوظ. اوكي، فانا هرجعها تاني، هثبتها. اوكي، وهنا في العرض او في الطول مش تفرق، في العرض مثلا هكتب 440، فده الحجم الحقيقي بتاع السكرين شوت اللي انا اخدتها من الايفون بتاعي. اوكي، مره تانية هتاخدوا سكرين شوت من ابلكيشن بتحبوه، هتحطوا سكرين شوت في فيجما، الحجم اللي هتشوفوه في الاول مش الحجم الحقيقي، هتشوفوا الحجم الحقيقي. لو الموبايل بتاعكم مثلا اندرويد مش اي او اس، اعملوا سيرش على جوجل باسم الموبايل بتاعك واكتب بعدها سكرين سايز بوينتس بالبوينتس مش بالبيكسلز. اوكي، عشان بيبقى فيه فرق ما بين البوينتس والبيكسلز. زي ما شايفين هنا في الويب سايت ده مثلا في الفيزيكال ويدث اللي هو 1320 في 2800 مش عارف ايه، ده مش مهم عندي، المهم عندي اللوجيكال هايت او اللوجيكال ويدث اللي هو 440 في 456. اوكي، بعد كده هتخلوا الصوره بتاعتكم بالحجم الحقيقي، وبعدها هنبدا. دلوقتي انا هدوس على زرار اف في الكيبورد وده هيخليني امسك الاداه بتاعه الفريم. اوكي، لو مش عايزين تدوسوا عليها او ممكن تروحوا هنا تحت وتدوسوا على علامه الاف او الفريم دي. اوكي، فيجما عامل زي ادوبي فوتوشوب كده، مش عارفه حد اشتغل على ادوبي فوتوشوب قبل كده ولا لا، بس فوتوشوب فيه كانفاس في النص، انت بتشتغل جوه الكانفاس مش بتشتغل بره في الحته الريموتي. صح، انت تقدر تشتغل في الحته الريموتي في الدنيا كلها سايحه على بعض، بس لما بتيجي تعمل ديزاين بتاع موبايل لازم يبقى فيه فريم. اوكي، انت ممكن تعمل فريم كده بطريقه عشوائيه. اوكي، بس هو مجهز لك لسته فيها كل الاحجام بتاعه الموبايلات، التابلت، الديسكتوب، البرزنتيشن، الواتش، الابل واتش، بيبر، بلا بلا بلا. احنا مهتمين بفون، في اندرويد وفي ايفون، فانا عشان انا واخده السكرين شوت دي من ايفون 16 فانا هحط نفس الفريم. بصوا نفس الحجم بالظبط، نفس حجم هي نزلت على طول 440 في 956 لان ده الحجم اللوجيكال بتاع الموبايل ده. هل انا بشتغل بالفريم ده على طول لما باجي اعمل ديزاين؟ لا، انا لما بكون بشتغل في ديزاين في الحقيقه انا ببدا بالايفون 13 ميني اللي هو 375، علشان هو الاسهل ان انت تعمل ديزاين في حجم شاشه صغير، وبعدين هينفع مع اي حجم شاشه. بس لو عملت ديزاين من الاول على حجم شاشه كبير بيبقى صعب ان انت تشوفه او تحطه في حجم شاشه صغير تاني. بس النهارده احنا بنحاول نقلد ديزاين موجود وبعرفكم بس على الادوات اللي في فيجما، فهنستخدم الديزاين الشاشه اللي هي على حجم السكرين شوت اللي انا اخدتها. لو انا ما عنديش الديزاين ده فانا هبدا بسرعه ان انا اعمل
واير فريم. واير فريم معناها ان انا هشخبط مثلا، هقول ايه، انا هنا عايزه هيبقى في مش عارفه كلمه، وهنا تحتها كلمه، وهنا هحط صوره الشخص وجنبها الرسائل وجنبها نوتيفيكيشن مش عارفه ايه. طبعا انا ممكن اعمل ده على الورق وهيبقى اسهل بكتير ان احنا نعمله على الورق، او ممكن نعمله في فيجما كده. اوكي، طبعا انا بستخدم البين تول، ودي حاجه صعبه قوي، انا عمري ما استخدمتها اصلا. انا بصراحه لما ببقى عايزه اعمل واير فريم بدوس ار في الكيبورد بيديني الريكتانجل اللي هو المربع، وبالمربع بعمل اشكال بتبين لي اماكن الحاجات. طيب انا كده عملت واير فريم على السريع قوي قوي، واير فريم زي الزفت طبعا، بس مش مشكله يعني، مش مهم. المهم ان انت تبقى بسرعه تحط اماكن الحاجات وتبقى تتخيل هو هيبقى شكله عامل ازاي. طبعا الخطوه دي ملهاش لازمه دلوقتي لان احنا بنقلد ابلكيشن اوريدي موجود، فانا همسح كل الكلام ده. اوكي، وهنبدا ان احنا نعمل الديزاين على طول. تعالوا مثلا نبدا بزرار زي الزرار ده، اوكي، مور. ففي ناس كتير لما بتيجي تشتغل بفيجما بيروحوا يعملوا مربع او يعملوا شكل، اوكي، ويروحوا يدوله راديوس. راديوس اللي هو الدوران اللي على جنب، اوكي، ويدوله لون، وبعدين يكتبوا كلمه مور مثلا ويدوها لون ويحطوها كده. الطريقه دي مش افضل طريقه ان انت تعمل بيها بutton، فانا هوريكم طريقه احسن. في كام اداه هنا، سكشن وسلايس، موجودين تبع فريم، بس يا ريت ما تهتموش بيهم دلوقتي، هم مش هيفيدوكوا دلوقتي في الشغل، وهيجوا في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. بس صدقوني هم مش مهمين، هم ليهم دعوه بالبرزنتيشن اكتر، مش هتستخدموهم في الشغل الفعلي، هتستخدموا الاكتر الاشكال دي. وطبعا هي واضحه قوي من اساميها هي بتعمل ايه، بس برضه انا مش بستخدمها كتير قوي بصراحه. مش بستخدم غير الريكتانجل والإلابس اللي هي الدايره، وممكن لاين. دي تقريبا 3 اشكال الوحيده اللي انا بستخدمهم كل يوم في الشغل. وطبعا هنستخدم التكست كتير جدا جدا، فافتكروا الشورت كات بتاعته هي حرف التي، ونقدر بيها نكتب اي حاجه، اور مثلا، وهكذا. الادوات هنا دي بين وبنسل، ملهاش لازمه قوي في اليو اي ديزاين، هي بيستخدموها اكتر الالستريتورز او لو حد عايز يعمل رسمه، ودي حاجه كيو اكس يو اي ديزاينر مش جزء من شغلك، فانت مش مهم عندك ان انت تستخدم الاداه دي دلوقتي. خلونا في التكست. فاحنا كده معانا التكست ومعانا المربع، اوكي، انا دوست ار عشان يديني مربع، وبعدين الالابس او، هندوس او ويخلينا ان احنا نرسم دايره. برضو زي الفوتوشوب والبرامج دي، لو ما دوستش شيفت هتبقى الحاجه بتتعمل لها ستريتش كده، بس لو دوست شيفت وانا بسحبها هتعمل لي الشكل يكون دايما مظبوط، والكلام ده مع كل الاشكال. اوكي، لو دوست ار وعملت كده بالشيفت هيديني مربع، والخط حرف ال في الكيبورد برضو بيديني خط. طيب انا دلوقتي تعالوا نشوف ايه الادوات اللي عماله تظهر وتختفي وتتغير على جنب. كل ما امسك حاجه كل حاجه هنا تتغير. ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل هنا دي ادوات بروبرتيز ليها علاقه بالحاجه اللي انت ماسكها، بتغير في الحاجه اللي انت عامل لها سيلكت. يعني مثلا لو دوسنا على التكست، اول حاجه هنلاقي البوزيشن، وكل حاجه بيظهر فيها البوزيشن ده. البوزيشن هي مكانها فين على الشاشه، ودي هتفيدكم قوي قوي، عشان مثلا انا لو حطيت كلمه وانا عايزه اخليها في وسط الشاشه بالظبط، فانا هدوس على العلامه دي اللي هي بتاعه الالاين، اوكي، ولو دوست على دي الاين بس بالعرض، فهو كده حطها لي بالظبط في نص الشاشه. عندي برضو الكونسترينتس دي معناها ان انا مثلا لو خليت الكونسترينتس ان هي مربوطه من اليمين ومن الشمال، وبعدين مثلا حركتها مثلا كده، وبعدين لو جيت اكبر واصغر الشاشه، شايفين الكلمه لازقه اليمين والشمال. ليه؟ لان انا حطيت الكونسترينتس بتاعتها هنا. لو انا بقى حطيت الكونسترينتس العكس، ليفت اند باتن، بصوا اللي هيحصل لما انا اكبر الشاشه، مش بتتحرك معايا على اساس اليمين والشمال زي الاول، لا هي مربوطه المسافه بتاعتها من الشمال وتحت، مش من اليمين وفوق. فدي الكونسترينتس برضو بتظهر مع اغلب الادوات، بس هي مش هتظهر وهي مش جوه فريم. يعني لو حطيت المربع ده جوه فريم تمام، انما بره مش هتظهر ليه؟ عشان هي هتعمل كونسترينت على ايه اصلا؟ هي بتعمل كونسترينت على اطراف الفريم اللي انا حطاه. بعد كده عندنا لاي اوت، دي بيكون فيها الطول والعرض، وهيكون فيها حاجات تانية على حسب الحاجه هنستخدمها، هوريها لكم واحده واحده. خصوصا الدرس الجاي مهم جدا 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 جدا، اسمه اوتو لاي اوت. الاوتو لاي اوت اهم حاجه في فيجما، هتستخدموها كل يوم، حرفيا هتستخدموها كل يوم. الابييرنس اللي هي فيها الاوباسيتي، ان انا اخليها مثلا 50%، هيبقى شفافه شويه، اخليها 10%، اخليها 0%، مش هتشوفها خالص. نرجعها 100% بقى. هنا ده الراديوس معناها ان الكورنر بتاع اي حاجه في العادي في فيجما بينزل لك بزاويه 90 يعني شارب كده، فانا ممكن ازودها، مثلا ممكن اخليها 25 وهتلاقوها بقت ملفوفه كده. او لو مسكت اي شكل هتلاقي 4 دوائر زرقاء كده ظهرت، فهنفتحها كده بالراحه نقدر نتحكم في الكورنر راديوس، وهتلاقوها ان هي بتتغير برضو على جنب. على فكره احنا ممكن ندوس على العلامه دي ونغير كل كورنر لوحده. يعني مثلا انا عايزاها تبقى معمول لها بس عليها كورنر فوق، من فوق بس مش من تحت، او من الشمال بس مش من اليمين، اوكي. وممكن برضو اعملها بالكيبورد، ان انا اجي ادوس الت وامسك الدايره دي، ادوس الت او اوبشن في الاي او اس، في الماك، ادوس الت واحرك واحده بس، احرك الناحيه الثانيه كده، انا دايسه زرار الاوبشن في الكيبورد، وكده تاني الشكل ده.
اوكي. والفيل هنا بيديني اللون بتاع الحاجه اللي انا ماسكاها. انت ممكن تغير اي لون طبعا في الحياه، وبرده ممكن تخليه شفاف او مش شفاف، ممكن تخليه جريدينت، تحط فوق تحت وتحت فوق لون وتحت لون. ممكن تحط باترن، بس دي يعني بلاش ندخل فيها دلوقتي عشان هي اصلا جديده لسه نازله. ممكن نحط صوره، يعني انا ممكن اخد صوره من الكمبيوتر بتاعي يحط لي صوره هنا، دي كانت سكرين شوت انا واخداها ايا كان يعني. ممكن احط فيديو فيها، بس احنا عامه مش هنحتاج كل ده دلوقتي. هتحتاج بس اللون اساسي والستروك طبعا اللي هو الخط اللي من بره. نفس الكلام، تختار اللون، تختاره جوه ولا سنتر ولا بره. يعني هي ادوات كلها موجوده في اي سوفت وير فيه ديزاين، بس هي بس اماكنها مختلفه. الايفكت ده ممكن نعمل شادو من تحت، وممكن نعمل انر شادو، ممكن نعمل لاير بلور اللي هي اللاير تبقى فيها بلور كده شويه، وفي تكستشر وفي نويز. برضو الحاجات دي مش هتستخدمها لو انت يو اكس يو اي ديزاينر، هي معموله اكتر للإلستريتورز او الفيجوال ديزاينرز. انا عارفه ان فيجما المفروض ان هو اليو اكس يو ديزاين، وده اللي انا اتخضيت منه لما شفت الكونفيج الاخير، ان هم دخلوا تولز كتيره مش هتفيدنا احنا كيو اكس يو اي ديزاينرز، بس ممكن تفيدنا لو احنا عايزين نعمل جنب شغلنا فيجوال ديزاين او شغل الستريشن. فما تخافوش من كميه الادوات الموجوده، ممكن انتوا مش هتستخدموها كلها. لما نمسك خط مثلا هنلاقي التايبوجرافي ظهر. التايبوجرافي ان احنا نختار الخط، وممكن على فكره تنزل خط عندك على الكمبيوتر تختاره هنا هيظهر عندك، بس لازم يكون الابلكيشن عندك على الكمبيوتر مش الويب سايت. في الويب سايت الخطوط اللي عندك على الكمبيوتر مش هتظهر، عشان كده بقول لكم نزلوا الابلكيشن احسن من الويب سايت. بس كده دي الادوات اللي على جنب. طبعا انتوا لما تمسكوا حاجه لقيتوا هنا ظهر جنب التكست حاجه اسمها variable وكومبوننت. كل ده في المره الجايه لما اشرح لكم الاوتو لاي اوت والكومبوننتس والبروبرتيز بتاعت الكومبوننتس والفاريبلز، وازاي نعمل كل الحاجات دي اللي هي مهمه جدا. اهم درسين جايين هو درس الاوتو لاي اوت ودرس الكومبوننت، فاستنوهم وان شاء الله تكونوا استفدتوا. طيب تعالوا بسرعه كده نحاول ان احنا نعمل الشكل ده بالادوات اللي عندنا، بس الادوات اللي احنا اتعلمناها النهارده. اول حاجه طبعا احنا ماسكينه هنا لقينا ظاهر عندنا فيل، احنا عارفين الفيل ده اللي هو اللون، فبدل طبعا ما نقعد نحاول نجيب نفس درجه اللون هناك، لا احنا ندوس على العلامه دي، او ممكن ندوس في الكيبورد زرار الاي اوكي اللي هو بيلقط اللون من الديزاين تاني. ايه ده، هو احنا ينفع نلقط اللون؟ طب انا كده بقى عملت ايه؟ اتعلمت كده، تبقى اتعلمت. ينفع يا جماعه. في ناس كتير خايفه قوي ان هم يقلدوا او ان هم يعملوا ديزاين اوريدي موجود. ارجوكم ما تخافوش، صدقوني انت محتاج ان انت تقلد. الديزاين ده عامل زي ما تكون بتروح الجيم، فانت اكيد اول مره هتروح الجيم مش هتروح تشيل بارات تقيله، لا انت هتروح تشيل بارات خفيفه، هتستخدم الادوات الموجوده. ثانيا انت هتقلد الترينر او هتقلد حد انت شايفه، فده اللي احنا بنعمله بالظبط. هتفتح فيجما، هتستخدم الكام اداة اللي انا عرفتهم النهارده بس، وهتبدا ان انت تقلد من سكرين شوت اوريدي من ابلكيشن عندك. بس ارجوك يا جماعه، بس انا مش عايزاكم تعملوا اكتر من كده النهارده، ده التاسك بتاع النهارده اوكي. امسك مثلا المربع واحط المربع ده هنا. انا حاسه ان هو الى حد ما هنا، هو طبعا مكانه مش مظبوط، بس انا هقول لكم ان انتوا تظبطوه ازاي. طب تعالوا نعمل زوم كده. ده في ستروك، في خط كده خفيف من بره. احنا اتعلمنا ازاي نعمل خط من بره صح؟ هنمسك الشكل وهنلاقي هنا ستروك ظهرت، فهندوس عليها وهندوس على علامه التقاط اللون دي، التقاط اللون بيك كولر، وهنلقط اللون ده. تعالوا نرجع كده. بقت شكلها حلو. طب هي شبهها؟ تعالوا نجيبها كده عندها علشان نشوف هي شبهها ولا لا. هي شبهها، بس هنا في كورنر راديوس. فاكرين الكورنر راديوس قلت لكم عليه تعملوه ازاي؟ فهنمسك الشكل تاني، هنروح هنا الكورنر راديوس، هما كلهم الاربعه زي بعض فمش محتاجين نفتح دي. فهنبدا ان احنا يا اما نكتب هنا رقم عشوائي ونشوف هيجي ولا لا، يا اما نسحب الكورنر راديوس كده لحد ما يبقى شكله عاجبنا. طبعا احنا مش عارفين هو الكورنر راديوس هنا كام بالظبط، فهنعملها بالنظر. بس في الفيديوهات الجايه هعرفكم ازاي تعرفوا بالظبط بالرقم الديزاينز اللي هتشوفوها هي الكورنر راديوس بتاعها كام. اوكي طيب احنا ممكن نحطها على فكره فوقيها كده ونشوف هل هي نفس السمك ولا لا، ونفس العرض ولا لا. بعدين عايزين نزود المربع ده، فهنحط كده مثلا اوكي، وهنديله اللون ده اوكي. ده بقى في كورنر راديوس من على الشمال بس مش على اليمين، فهنستخدم الاداه زي ما احنا قلنا كده، او بالت على اللابتوب. وبعدين في ايقونه في النص، انا مش عندي الايقونه دلوقتي فانا هسيبها فاضيه اوكي. احطها كده وهكررها تاني جنبها اوكي. وهنا هشيل بالمناسبه انا كررتها ازاي. طيب انا عايزه اكرر نفس الشكل ده هنا عشان ما افضلش اعيده واعمله تاني، فانا همسكه وادوس الت في اللابتوب، وانا دايسه الت برضو هدوس شيفت عشان يسحبوا جنبه في نفس المستوى. الت بيكرره وشيفت بيخليه في نفس المستوى. وبعدين هنا انا ما عنديش الشكل ده، فانا هعمل دايره كده رمادي زي ما قلت لكم وبسحب بس. وبالنسبه للكلمه طبعا احنا عارفين نكتب ازاي، فهندوس حرف التي
وهنكتب هنا recently. طيب بس recently played مش مظبوطه في النص، فاكرين هنظبطها ازاي؟ هنمسك الثلاثه دول وهنروح هنا في البوزيشن وهندوس على align vertically عشان احنا عايزينهم كلهم بالعرض يبقوا في نفس المستوى، وبكده بقت في نفس المستوى. انا في العادي بشتغل بالخط ده اللي هو اسمه enter عشان ده الخط بتاع السيستم وبيترجم لخط السيستم في اي بلاتفورم. بصوا ما تشغلوش بالكم بالموضوع ده، بس اختاروا خط اسمه انتر وانتوا بتعملوا اي واير فريم او حاجه في الاول. طبعا الخطوط مش هي ومش مشكله، مش مهم عشان انا دلوقتي بس ان انا بتعلم او بوريكم ازاي الموضوع يتعمل. هنكمل بقى باقي الديزاين ده بنفس الطريقه، نكمل الديزاين ده بنفس الطريقه وهرجع لكم. طيب زي ما انتم شايفين بالادوات اللي انا عارفاها، بس عرفت ان انا اعمل ديزاين كده بسيط خالص، ان انا حطيت بس اماكن الحاجات. طبعا في حاجات كتير ناقصاني. هل انا بشتغل بالطريقه دي في شغل الحقيقي؟ لا، انا بستخدم ادوات اكتر من كده بكتير، ادوات اصلا بتسهل على الواحد ان هو يعمل ديزاينز دي تكون مظبوطه وتكون كلها الايند. بس النهارده حبيت ان التوتوريال يكون خفيف واعرفكم بس على الادوات اللي في فيجما وتستخدموها ازاي. صدقوني الادوات دي اكتر ادوات هتستخدموها. في الفيديو الجاي هدخلكم واحده واحده ازاي تتحكموا اكتر في المسافات، ازاي تعملوا جريدز. يعني مثلا هتدخلوا بعد كده تشوفوا بقى، تبصوا على الديزاين، تبداوا تاخدوا بالكم ان هنا كل حاجه ماشيه على خط واحد حرفيا. وانت مثلا هتلاحظ ان في الديزاين بتاعك ان لا، مش كل حاجه هنا انا اعملها ماشيه على خط واحد. اوكي، فهنصلح ده مع بعض وهوريكم ازاي تطلعوا الايكونز وتعملوا بروتوتايب وتخلصوا الديزاين كله على اساس ان هو يكون فعلا تقدروا تستخدموه في ابلكيشن. يا رب يكون التوتوريال عجبكم واستفدتوا منه. لو استفدتوا منه قولوا لي في الكومنتات عشان اعرف، عشان اكمل وتشجعوني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. قولوا لي في الكومنتات لو كان انا كده بادئه من تحت الصفر قوي ولا فعلا في ناس استفادت من التوتوريال ده. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتكتبوا لي كومنت. اشوفكم المره الجايه، سلام.